النهارده هنتعلم نعمل الديزاين اللي قدامك ده، وهو ازاي نعمل الكلمة 3D. في الأول بنفتح طبعا ابلكيشن كانفا، بعدين بندوس على علامة الإضافة، وبعد ما بندوس علامة الإضافة بنختار الحجم اللي احنا هنشتغل عليه، وهو منشور فيسبوك أفقي. طيب، بعد ما بيفتح لنا الشكل قدامك ده بنختار علامة الإضافة اللي تحت على اليمين، بعدين بنختار النص. بعد ما بنختار النص بنعمل سيرش عن كلمة لافا، وهي اسم الخط اللي احنا هنشتغل بيه. طبعا احنا عاملين عنها سيرش هنا اهو، هنختارها. بنختار الخط الاول اللي بيظهر لنا اهو، زي ما احنا شايفين هيظهر لنا اهو. تمام، الخط ظهر لنا، اخترنا الخط الاول. بعدين بنكتب كلمة بنتولا، وده اسمنا طبعا. تمام، احنا بنخلي كل الحروف بتاعتها كابيتال عشان يبقى الشكل افخم شوية، والشكل يكون اجمد بكتير من ان هو يبقى فيه حروف سمول يعني. طيب، بعدين بنكبر طبعا الكلمة زي ما احنا شايفين اهو. بنبدأ نكبرها على حجم الديزاين اللي احنا شغالين عليه، نخليها بحجم الديزاين كله. بعدين بنغير لون الخلفية، بنختار الخلفية وبندوس على اللون، وبعدين بنروح مخلين اللون اسود. بعدين بنختار النص وبنخلي النص باللون الابيض. تقدر طبعا تخلي الشكل باللون اللي انت عايزه، ولكن احنا اخترنا الالوان البسيطة اللي هي تكون سهلة في التنفيذ. تمام، بعد ما اخترنا اللون الابيض زي ما احنا شايفين قدامنا، بندخل مرة تانية على علامة الاضافة، ولكن بنروح للعناصر وبنبدأ نعمل سيرش عن كلمة شجر اهو قدامكم. عملنا سيرش عن كلمة شجر. طبعا المرة دي مش هنختار تصميم جرافيك، المرة دي هنختار تصميم جرافيك، ونبدأ نشتغل ندور على شكل شجرة كده يكون مظلل بالاسود، ولكن مش شجرة واحدة، هما اكتر من شجرة مع بعض زي ما احنا شايفين اهو مع بعض. احنا نازلين طبعا واحدة واحدة علشان نعرفك مكان العنصر بالظبط. اخترنا العنصر زي ما انت شايف، ولكن هو طبعا دلوقتي الوضع بتاعه تحت الكلام فمش ظاهر الشكل، فاحنا نعمل له ترتيب وبعدين نعمل الوضع الى الامام. ده طبعا جبناه من الوضع زي ما احنا شايفين اهو، مكتوب قدامنا الوضع تحت. بدأنا نرص الشجر زي ما احنا شايفين اهو. هنبدأ نكرره مرة والتانية اهو، نظبطه الاول بعدين نعمل له تكرار، ونظبطه على شكل الكلمة من تحت زي ما احنا شايفين. طبعا الموضوع كده بدأ يبقى بسيط، احنا بس ندوس على تكرار وهو بياخد الشكل زي ما انت شايف قدامك. طيب، دلوقتي نقدر نقول ان احنا نحفظ الصورة خلاص. بعدين هندخل على النقطة التانية، وهي ان احنا نضيف صفحة جديدة للشكل اللي احنا شغالين عليه. بعد ما بنضيف صفحة بنروح على علامة الإضافة، وزي ما قلنا ان احنا هنعمل سيرش المرة دي عن صور. بندوس طبعا على صور زي ما احنا قلنا، بعدين بنختار الصورة اللي قدامك دي زي ما احنا شايفين اهو. بنبدأ نشتغل ان احنا نظبط الصورة نخليها على الحجم بالظبط، فبنختار كلمة المزيد بتبقى خلاص تحت خالص على الشمال. بندوس على استبدال الخلفية، وبعدين زي ما انت شايف قدامك ده اللي بيظهر على طول. بعدين بنروح على معرض الصور وبنختار الصورة اللي احنا لسه عاملينها من شوية. بعد ما بنختارها بنعمل لها ريموف بجي او بيجي ريموف من الابليكيشن. لو انت مش معاك ابليكيشن كانفا برو، ممكن ان انت تعملها على ابليكيشن بيجي او ريموف بيجي اسف. تقدر تشيل الخلفية بتاعتها من غير ادنى مشكلة، وبعدين تحطها على الابليكيشن مرة تانية وتستخدمها برضو من معرض الصور. طيب، بعد ما بنشيل الخلفية زي ما احنا شايفين اهو، احنا خلاص هنختار بيجي ريموف. هتبدأ الخلفية تتزال معانا بدون ادنى مشكلة. بذكركم مرة تانية، هنا مكتوب بيجي ريموف على جوجل بلاي او على جوجل عادي، تكتب ريموف بيجي وهيظهر معاك الابليكيشن او الموقع، مفيش اي مشكلة. طيب، احنا دلوقتي خلاص ظبطنا الصورة اهو، شيلنا الخلفية بتاعتها. هنبدأ نكبر الصورة او الكلمة اللي احنا شغالين عليها، خلاص بقت كلمة دلوقتي. زي ما احنا شايفين ادتنا التأثير ان احنا بقى في شكل الشجر موجود داخل الكلمة نفسها، او تحس ان الكلمة ورا الشجر او ما بين الشجر نفسه. طيب، نقدر دلوقتي ان احنا كمان نحط كده لمسة فنية. احنا خلاص الديزاين يعتبر انتهى، ولكن لينا طبعا لمسات فنية في ان احنا ممكن نعملها على شكل 3D اكتر شوية. ان احنا ندي الظل مثلا، اخترنا طبعا من تحت التأثيرات، وبعدين هنختار الظل هيظهر قدامنا اهو.
طبعا بتحرك ناحية اليمين شوية بتلاقي كلمة الظلال، بتختار الظلال وبعدين تختار الظل اللي انت شايفه مناسب للصورة. طيب احنا اخترنا خفي اللي هو يعتبر تاني اختيار موجود عندنا، بيدينا شكل 3D اكتر شوية. طيب زي ما انت شايف قدامك كده الظل بدأ يظهر والكلمة نفسها بدأت تصغر شوية. ودلوقتي خلاص هنكبر الشكل نفسه اهو، نكبر الكلمة نفسها شوية ونظبطها مع الشجر، وهتحس ان الشجر بدأ انه يكون قدام وورا الكلمة نفسها اللي احنا شغالين عليها اهو. نظبطها طبعا، لازم نخليها تحس انها في النص اكتر، متكونش محذوفة يمين او شمال. طبعا الموضوع ده بيبقى لمسات فنية او عينك هي اللي بترتاح للشكل. يعني انا دلوقتي بحرك مثلا يمين بحرك شمال بحيث ان الشكل مش مظبوط، حاسس ان في مساحة هنا ومفيش مساحة هنا. هو مشكلة الخط ده انه ما بيديكش المساحتين قد بعض. انا حاولت ان انا مثلا اهو اشيل الحتة الزيادة، ما هيبدأ يضايق الظل عندي، ولكن انا بحاول اظبطها، خليتها في المنتصف وحسيت ان هو احسن حاجة انا عملتها هي الشكل ده. طبعا احنا بنظبط دلوقتي، ولكن اقدر اقول لكم شكرا ليكم، منتظرينكم ان شاء الله في التطبيق على بنتولا كوميونيتي. في انتظاركم ان شاء الله تسليم التاسكات، وانتظروا كل جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.